السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حلوين في فيديو جديد. النهاردة رايحة عند والمارت أجيب كام حاجة، فقلت أخدكم معايا نشوف أخبار الأسعار إيه. اللي فيها خصومات بيبقوا حاطينها في أول المحل كده في الدخلة يعني. معلش الكارت بتاعتي العجلة بتاعتها عاملة صوت مش ظريف. نوع جرانولاز 3 for 8، شكلها حاجة جديدة دي من لاكلير. Oh, chocolate brownie bar. I don't know. مش هشتريها أنا، بس فكرة عن الأسعار. نوتيلا 674. مايونيز أعتقد ده 500 almost 900 ملي ب $6. توست ب3.5 الماركة ديت فيلاجيو. هي الصبح بدري دلوقتي الساعة 9:30، فالدنيا لسه فاضية ومنظمة الحقيقة، مش طول الوقت كده والمارت. البطيخة دي مش كبيرة بس ثمنها $6، دي كويسة، حجم كويس والسعر كويس. انجلش كوكمبرز الخيارية $1.94. طبعا الخضار والفاكهة بدأت أسعارهم تنزل أخيرا عشان احنا بقينا في الصيف، فرجعنا للحاجات المزروعة ممكن لوكال يعني، مش كل حاجة مستوردة. في ذرة 44 سنتس الواحدة. هم حاطين الباسكت دوت عشان لو انت عايز تشتري الكورن بتاعك وتقشره وترمي الزبالة هنا يعني، وتعبيهم في كيس من اللي هم الخفاف دول اللي زي كده. اخد كيس من دول، وممكن اخد الذرة واقشره واحطه في الكيس دوت يعني. الطماطم اللي على الفاين ديت $2 الباوند which is not bad at all. هنا عنب اخضر واحمر سعره 2.5 الباوند. وده نوع من انواع التفاح ده ايه، مكتوب مانجا. هنا مكتوب مانجا ب 84 سنتس، بس طبعا دي مش مانجا، مش متأكدة. اعتقد ان ده الباوند بتاع التفاح، ده يعتبر غالي. الاناناس الواحدة ب$4. والمارت على الصبح مختلف الاكسبيرينس خالص، شايفين حاجة مرصوصة قد ايه نيت وشكلها يفتح النفس ان انت تاخد اللي انت عايزه. اعتقد ان انا بعيدة عن الاسعار تبان. دي كرومبا اهي 97 سنت الباوند، يعني $2 وحاجة الكيلو. دي بامية، بس بامية ضخمة اوي بصراحة، يعني سعرها $11 الكيلو. مكتوب جامبو، معرفش ايه جامبو دي، بس دي بامية. بس فرق السعر الحاجة المتحضرة ان هم مقشرين لك يعني ايه، معظمها عاملينها $5 ل4 كورن ايرز يعني. وانت لو قشرتهم هناك الواحدة ب44 سنت لو قشرت بايديك يعني. الحاجات العزيزة عليا التوم المتقشر ده، انا دي حاجة من الحاجات اللي انا بكره اعملها في المطبخ، فبجيبه جاهز بصراحة زي كده. هنا بس دي انواع تفاح كتيرة، وفي هنا برتقان وليمون. ده ايه ده، بيتشز ونكترينز ب$6 العلبة. وزنها ايه دي؟ كيلو تقريبا، 907 جرام. كانتالوب الواحدة ب$6 الهاني ديو، والعادية دي ب$4. مش كبيرة على فكرة يعني، دي ايدي يطلع لها كيلو مثلا. الليمون ده 2 باوند ب$6. اللايمز 2 باوند ب$5. اللي كانوا كاتبين عليها 84 سنتس. معقولة يعني، مش وحشة طعمها اقصد، لان المانجا المكسيكي والحاجات دي بصراحة بالنسبة لي انا مهياش مانجا. البصل الاحمر اهو كيلو 300 جرام ب4.5. وفي طبعا فرط يعني. التوم اهو الباكيت ده فيها 3 وحدات من دول ب 87 سنتس. اللي عايز يقشر، مش انا طبعا. اكياس بطاطس بقى، اللي 5 باوند اللي 10 باوند. انا بجيب البطاطس من كوسكو لانها الديل احسن يعني، ولما اكون بستعمل بطاطس كتير. الميكسز بتاعت السلطات بتيجي معاها الدريسنج، يعني ممكن يبقى خس بس متقطع. الناس اللي هم ايه عايزين الكونفينينس يعني، ما عندهمش وقت يحضروا. في هنا بعض انواع الساور دريسنج، انا بحب الهوم ستايل رانش اللي هو $6 ده. this one
it's a refrigerated salad dressing محطوط في التلاجة يعني معمول من اليوجرت يعني طعمه ظريف قوي. ديت الكول سلو متقطعة. شكاير البطاطس اللي هي 10 باوندز 5 كيلو. السعر طبعا أرخص يعني ديت أعتقد دي بطاطس بيضة يب $5 10 باوندز. ده سعر كويس كده أرخص من كوستكو اكشلي كمان. ديت البطاطس الحمراء وديت البطاطس اللي هي اليوكون جولد كلها ذهبي كده. والمارت عنده ايل كده مسمينها international aisle فيها اجزاء ايجن وميديترينيان وما اعرف ايه فيها المنتجات المستورده يعني which is حاجه ظريفه عشان هما يعني ايه عاملين حساب الناس المهاجرين. اهو جهينة ده بتاع مصر ما بحبوش ده صراحه طعمه artificial قوي. مكسرات رفاعي اهي معرفش بلد ايه دي. حلاوه طحينيه. فاضي ستريت التمر ده طعمه كويس اكشلي عليه شوكولات وجواه some kind of nut بس غالي قوي يعني اوفر برايسد ومبالغ فيه. طبعا لو في حد عايش في دبي هيعيب على الكلام دوت لانه باكجد. الناس اللي في الدول اللي فيها تمر السعوديه ودبي قطر بيعملوا الحاجات دي luxurious بقى من انواع التمور العربيه. ياسمين معمول بلده ايه ده ماركت ايزي بلده أردن. مكعبات ماجي اهي وكنور شوية مخلات وحاجات اهي. الشاي والقهوة خليني اوريكم اسعار يعني. هذا مثلا الديكافينيتد ده بشتريه بس في 20 باكيتة ب $5.27. شاي عادي يعني شاي اسود احمر whatever. نسكافيه جولد ب $8.47. انا بشرب تيسترز تشويس ديكاف مش شايفاها هنا صراحة. دي النسكافيه العادية خالص اهي $7. علبة كبيرة دي يعني مش صغيرة 170 جرام بس حجمها كبير. مش شايفة تيسترز تشويس anyway انا عندي مش محتاجة يعني. hot chocolate other coffees كمان. وفي بقى التوبز اللي هي الكبيرة ديت اللي هما الامريكان كوفي يعني دي مثلا ب $21.97. كل القهوة سعرها غلي in general اليومين دول يعني من وقت ما الاسعار طلعت بسبب التاريفز وما التاريفز ما بين كندا وامريكا. ده زائد ان الدنيا كانت غليت اوريدي اخر سنتين فالقهوة تعتبر غالية. اشتري ده بس فكرة على الاسعار. ديت التشيكن ناجتس 800 جرام ب $6 او تشيكن ستريبس كمان 800 جرام نفس السعر. ده خنزير ملناش دعوة بيه. والمارت عنده فراخ حلال ولحوم حلال. انا ما بشتريش من هنا صراحة بس هو عنده. خلينا نشوف الاسعار. دخلت في ايل السيريالز. انا قليل قوي 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 لما بشتريه يعني عندي بياكلوه كانه حاجه حلوه مش فطار. ودي طبعا مش فطار ده كله سكر مفيش نيوتريشن. بس انا اكشلي عايزه اجيب اول بران عشان في ريسيبي مافنز بتحط فيها اول بران. مش عارفه الاسعار باينه ولا لا يعني. علبتين ب $8 من دهيت 370 جرام معظمهم كده ما بين $4 أو $5 الاسعار ان جنرال يعني حسب حجم الباكيت. والناحيه دي عن الناحيه دي فيها بقى الجرانولا والكراكرز والحاجات دي. طبعا لازم ناخد بالنا من الانجريدينتس احنا عشان نبعد عن الجيلاتين والدهون اللي هي بتاعه الخنزير يعني. ودي انواع الكراكرز باسعارها. انا هجيب اكشلي من دولت لان اوريدي باكلوهم اكشلي هم مش هيلثي قوي بس مع جبنه مع اي حاجه كده كسناك. معظمهم 2 for 8 2 for 7 ده 4 for 8 ده 2 for 5. اشكال وانواع بصراحه كتير قوي flavored كلها. دول ظراف كنت بجيبهم بس بطلت يعني. pancakes والسيربس. ده مش حقيقي السيرب دوت ب $4. ده artificial يعني مش ميبل سيرب يعني. ده الفيك ده ب $4. الميبل سيرب اهو $16 اللتر نفس سعر كاسكو تقريبا. مارت محل كبير في ملابس وفي جولري وفي جزء أجهزة كهربائية غير الأكل. أنا بس مركزة على الأكل النهاردة.
عشان دي الحاجات اللي انا بشتريها من هنا في الغالب يعني. بس هو محل كبير فيه مستلزمات كتير قوي للبيت، وفي صيدلية في قلب المحل، وفي بتاع نظارات وكوافير وناس بتوع ضوافر والكلام ده. كنت ايل التونة اهو، علبة التونة $2 تقريبا ب 180. ده نوع كويس، كنت بجيبه زمان، دلوقتي بجيبه من كاسكو. انا افضل واحد عندي اللي بزيت الزيتون اللي هو ده، بس ما بجيبش اللي هم فيهم ميكسز وحاجات زي كده. انا بجيب اللي هو الساده خالص، بديت زي تونه سالاد جاهزه عليها كورن وبينز. انا بجيب الماركه ديت ريو ديت من ايطالي اعتقد. اهي، بس دي علب صغيره. لا دي برضو حاطين عليها ايطاليان تشيلي. انا مش عايزه الفليفر بصراحه. انواع كتيره. ماركه وول مارت اللي هي جريت فاليو مش موجوده، مسحوبه بيسكلي، بس هي تكون ارخص شويه. في سردين اهو 217. مكتوب سموكت ساردين فيليه. اوبس، دول علبتين مش واحدة، سوري. سعرها 217. صلصة الطماطم ب 134. علبة صغيرة مش كبيرة يعني، تكفي طبختين أو تساعي. فيها 156 ملي، دي تكفي أكلتين يعني. أنا بحب ماركة ريوز دي، يعني تعتبر يعني تسبك بصله بس وتحطي دي عليها او توم، بتبقى ظريفه قوي على المكرونه بصراحه. السعر ده كويس، بس انا شاكه ان ده سعرها، لان في كاسكو العلبه اكبر من كده بشويه بس اغلى كمان. ف this is a good price actually. لو ثمنها $6 فعلا ده سعر كويس. مكرونه مش شايفه انواع كتير، عاده بيبقى عندهم انواع كتير. دي الواحده $3. دي ماركه كويسه لانها سلو درايد، بيقولوا ده صحي اكتر يعني. المكرونه متنشفه على الهادي دي. ودي اللي هي البيسك العاديه الباريلا ديت ب $2.18. المكرونه دي معقوله كمكرونه عاديه، بس هم صغروا الباكت دلوقتي بقت 410 جرام، كانت زمان كانت 500 قبل ما الانفليشن يحصل. ما عندهمش الشيب اللي انا عايزاه، ماما الصغير خالص، العقل الصغنطوطه، مش الملولوه زي دي، بتبقى مش عارفه اسمها ايه. فكره عن الزيوت. كانولا اويل almost 3 لتر ب $8. في هنا vegetable oil مش مكتوب سعره، $8 برضه نفس الوزن. زيت زيتون ده هتلاقوا أرخص في كاسكو. زيت الزيتون اللي من تونس ده عاملين اللتر ب $15. اللترين في كاسكو شفتهم الأسبوع اللي فات نزلوا ب $20. كان زيت الزيتون وصل ل $30 الإزازتين. بدأ ينزل اليومين دول، مش عارفة ايه السر، بس أنا مبسوطة لأن ده زيت زيتون بشتريه، بس كاسكو أرخص من هنا في الشهر. دقيق 2 كيلو ونص $6. دولت 2 كيلو ونص ماركة تانية ب $6. actually it's the same price، افتكرته سعره أقل. في هول ويت مش شايفة هول ويت صراحة. الكوندمنتس بقى السالاد دريسنجز كلها ماسترد كاتشب. ماسترد رخيصة $1 وش 127 الماسترد. الماركة فرنشز ب $2. الكاتشب ب $5 اللتر. عند الثلاجات أنا الزبادي ده نوع كويس، 3 ب 10. في بقى أنواع كتير بالفواكه هنا. أكتيفيا 12 ب 668. أشكال وأنواع كتيرة بصراحة. الفواكه يوغو ده ب 647. عددهم كام؟ 16. اورنج جوز ده ب 5.5. سيمبلي اورنج لتر ونص اعتقد. يب. الخضار المجمد ده اوبشن كويس للناس اللي ما عندهاش وقت كتير. دول 3 ب 10. ميكسز مختلفة، فاصوليا 3 لونين ومعها جزر، وده بروكلي وجزر وكرنبيط ومش عارفة ايه تاني، سناب بيز. anyway mixed vegetables. الأسعار كويسة مش وحشة. دول 3 ب 10. دول 3 ب 10. كورن، فاصوليا بسلة بالجزر اهي، كيس كبير ثمنه مكتوب ثمنه ده. لو البروكلي 257 هيبقى ده شغله يعني، أو ممكن الكيس تكون أغلى شوية actually. أنا بدور على كون سادة. ماركة أركتيك جاردنز هي اللي أنا بفضلها صراحة.
هنا نشوف الكون موجود. ايوه موجود وسعره 5.17. ده غالي صراحة. زمان الكيس ده كان ب$3 دلوقتي يعني almost الدبل. الكيس زي ما انتم شايفين فانا هاخده actually. الفروزن بيتزا او الاكلات السريعة ديت كويسة، بتبقى رفيعة قوي الكراست بتاعتها. انا بجيبها عشان لو انا مش في البيت او مش عامله اكل او كده، حد من ولادي يعني عايز يعمل حاجه لنفسه سريعه. البيتزا تاكل شخص يعني ب$3.50. ده سعر كويس. في العادي بتاعها اغلى من كده بكتير، اعتقد ب$6-7 يعني. في حاجات فيجيتيريان طبعا، في جبنه بس، في فيجيتيريان، في سبانخ، اي حاجه فيها لحمه بس just avoid it. محل كده ده اللبن ال2 لتر ب4.5، ال4 لتر ب8 وشويه. الاحمر بيبقى كامل الدسم عاده، الجرين 2%، واللي هو البيربل ايش ده بيبقى 1%، واللبن الفاتح بيبقى سكيمد ميلك ما فيهوش فات خالص يعني. الماركه ديت 4 لتر هم ب7.28. ده ارخص شويه between $7 and $8 ال4 لتر اللي على بعض. اللبن هنا في كندا بيجي في اكياس، بيبقى في 3 اكياس بيتحطوا في كونتينر كده نصب منها، بس انا بفضل صراحه اللي في الكارتنز. صور برضو ديت الكيتشن رول 21.97، في 8 رول في ده. ودي تويلت بيبر ب7.97 الماركة ديت، في 12 رول. just different ماركات. اللي في الوش فيها كاس الزبالة. أغلب الناس بتستعمل اللي هو الجلاد ده على حسب حجم الباسكت بتاعك. ال30 ب$8 ودوت سنتد، حاطين له فابريز يعني عشان يغطي على الروائح الوحشة يعني. في هنا حاطين منظف مسحوق الغسالات الاوتوماتيك دوت ب$17.97، مكتوب عليه 100 واش 100 لودز، ماركة سان لايت. بس كده اعتقد ان انا I'm gonna head out خلاص. ظريف بصراحة والمارت قوي، هو هادي كده. متهيألي عمري في حياتي ما جيته هو هادي كده. عجبني ان هو متنظم جدا. هم كانوا بيعملوا رينوفيشن في المحل ده، بس واضح يعني المانجر الجديد او حاجه مخليهم ينظموا الدنيا كويس. ف it's an enjoyable shopping experience. شكرا لكم على المتابعه. اكتبوا لي لو حابين تشوفوا جوله في مكان تاني، وباذن الله اعملها. اشكركم جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.